محتارة ونفسك تشتري مايكرويف بس مش عارفة الأسعار راحت لحد فين. تعالي النهاردة معانا في جولتنا هنروح على بيتك ونعرف أسعار الميكرويف وإيه أفضل ميكرويف من وجهة نظري، وكمان شوية نصايح كده وانتي بتشتري الميكرويف بتاعك. يلا بينا نبتدي الفيديو. بس لو أول مرة تشوفيني أنا اسمي فاطمة، بعمل فلوجات وريفيوهات كتير. مش تنسي تشتركي في القناة، هتفيدك جدا لو بتشتري أي كيس. تعالوا أول حاجة هنبتدي بميكرويف هوفر. هو لونه أسود زي ما انتوا شايفين كده، بيبقى ديجيتال، حجمه بيبقى 25 لتر. هوفر زي ما انتوا عارفين بيبقى بضمان العربي. والضمان العربي في ناس كتيرة بيقولوا ان الضمان العربي بيبقى متفعل، يعني ضمان حقيقي. هو بيبقى 900 واط وسعره 3539 ولونه اسود زي ما انتوا شايفين، وفي ناس كتيرة جدا بتشكر فيه. طبعا لو عايزة تقسطي بتروحي جاية مقربة من الشاشة، مقرباها وتروحي جاية واخداها سكرين. تعالوا بقى نشوف الميكروويف اللي بعد كده. الميكروويف اللي بعد كده اسمه هوم، وهو انتشر في الفترة الأخيرة. هو بيبقى بشواية و25 لتر و900 واط ولونه فضي وبكرة مش ديجيتال. طبعا برضو لو عايزة تقسطي تروح جاية مقربة الشاشة واخداها سكرين عشان تعرفي هتدفعي قد ايه في الشهر. ماركة هوم مش معروفة إلى حد كبير. تقريبا ان كل الميكرويف اللي بيبقى 25 لتر بيبقى في حدود 900 واط. احنا عايزين الوات معانا يبقى عالي عشان يسرع معانا التسخين. ده بقى معانا ميكروويف شارب، وانا بحبه جدا وهقول لكم في اخر الفيديو انا بحبه ليه. هو ده بيبقى 25 لتر، سعره 3299، بشوايه ولونه فضي وكمان ديجيتال. ده شكله من جوه. طبعا بيبقى فيه طبق ازاز كده، بس هم شايلينه تقريبا علشان ما يتكسرش، والمكان بتاع الشوايه ده. اما بقى للميكرويف اللي بعد كده فهو ميكرويف تورنيدو برضو بالشوايه، بيبقى 25 لتر. لونه يعني زي ما تقولوا كده فضي فاتح، هما بيسموه لونه ابيض. بيبقى 900 واط زي ما قلت لكم، 25 لتر في الغالب. لو ماركه نظيفه بيبقى 900 واط، سعره 2940. برضو ماركه تورنيدو تبع توشيبا، يعني برضو الضمان بتاعها حلو جدا، وكمان القطع الغيار بتبقى متوفره وموجوده في السوق. خدي بقى سكرين لو انت عايزه تقسطي عند بيتك. تعالوا بقى نشوف الميكرويف اللي بعد كده. الميكرويف اللي بعد كده ده زانوسي برضو ماركة محترمة جدا، وهقول لكم ليه في اخر الفيديو. ده زانوسي بس اكبر شوية، ده بيبقى 30 لتر. هو عيبه ان هو بيبقى غالي شوية، بس انا مبدئي بصراحة ان الغالي تمنه فيه. هو بيبقى 30 لتر. ده بكرة. وفي كمان ممكن يبقى تاتش، وهقول لكم كمان على مميزاته في اخر الفيديو. هو 30 لتر ب 6490. لونه اسود زي ما انتم شايفين كده، يعني رائع. الموديل ده بالذات انا عايزاك تاخديه سكرين علشان هقولك هو رائع ليه. واهو لو عايزه تقسطيه تقدري تشوفي هتدفعي قد ايه في الشهر. تعالوا بقى نروح للميكروويف اللي بعد كده. الميكروويف اللي بعد كده هو كينويد، سعره 5599. برضو ده 30 لتر كبير يعني. بيبقى 700 واط، وانا مستغربه ان هو بالحجم ده و700 واط بس. فعلشان كده انا مش حبيت ماركة كانوت، لان الوات بتاعها مش عالي رغم ان هي غالية، وكمان الميكرويف كبير، فالميكرويف كبير عايز وات عالي عشان يقدر يسخن بسرعة. فبصراحة انا عن نفسي ما حبيتش ماركة كانوت، يعني لو هشتري لنفسي مش هشتري ماركة كانوت. طبعا سعره 5599، يعني 6000، يعني 5000 ونص قولوا، يعني برضو رقم على ان الوات بتاعه قليل كده. ده بقى شارب. ده 34 لتر. وبصوا 34 لتر وبيبقى 1000 واط وديجيتال. سعره 4679. وطبعا لو عايزه تقسطي بتقدري تشوفي، تقدري تاخدي الشاشه سكرين. بس انا عايزاكي لما تيجي تشتري الميكروويف ابتدي من 900 واط، يعني 900 واط وانتي طالعه، ما تجيبيش اقل من 900 واط. بصي هيبقى بطيء وهتحسي ان انتي ما عملتيش اي حاجه وتندمي انك جبتيه.
الماركة بقى اللي بعد كده هي ماركة تورنيدو، ودي بالشواية و36 لتر. سعرها 3690. وهي بقرة زي ما انتوا شايفين كده، وزي ما اتفقنا احنا متفقين ان تورنيدو بضمان العربي، وضمان العربي بصراحة كويس جدا، وان شاء الله مش هتحتاجي الضمان اصلا. انا قربت لكم اهو من البطاقه اللي بتبقى عليه، علشان لو عايزه تحتفظي بالسعر او بالمواصفات بتاعته. الماركه بقى اللي معانا بعد كده هي ماركه كانو التاني، بس دي ده ميكرويف اصغر كتير، ده بيبقى 22 لتر، وكانو من الماركات الغاليه. وهو بيبقى لونه اسود في فضي، وسعره 3785. برضو لو عايزه تقسطيه تقدري تاخدي الشاشه سكرين. يعني انا انصحك بلاش تجيبي مايكرويف صغير. احنا بدل اللي انت جبتيه هاتيه على قد صينيه متوسطه من بايركس، علشان تقدري يعني يقدر ينجزك، ومش تحتاجي ان انت تشغليه كذا مره. بعد كده بقى الماركه اللي معانا هي ماركه كانوت، وهو نفس التاني بالظبط، بس اللي بيبقى 20 لتر ولونه ابيض، فهو ارخص شويه ب 3499. الماركة اللي بعد كده معانا هي ماركة زانوسي. هي بتبقى بقرة 20 لتر، سعرها 2690. برضو انا بحب ماركة زانوسي قوي، بس انا مش عايزاكي تجيبي ميكرويف صغير عشان تحسي ان هو انجزك فعلا، فكبري في اللترات. يعني هاتي من اول 28، هو فيه لحد 40 يعني. انا بصراحة من رأيي المتوسط يعني 30 لتر. دي ماركة سمارت، برضو ماركة انتشرت مؤخرا، دي بتبقى مايكرويف وفرن، وسعرها 1549، وبتبقى 20 لتر، يعني مايكرويف صغير شوية. زي ما انتوا شايفين كده، مش بيبقى فيها مقبض، انت بتدوسي على الزرار المستطيل ده اللي ورا البطاقة بتاعته، ويروح جاي فاتح الميكرويف على طول. الماركة اللي بعد كده بقى معانا هي تورنيدو. زي ما انتم شايفين كده، هي بقرتين، تقدري تحركي البقرة على اللي انت عايزاه. طبعا كلهم فيهم خاصية تذويب التلج والتسخين، ويعني كلهم فيهم الكلام ده. ولو عايزة تعرفي عن استخدامات الميكرويف، فأنا عاملة فيديو مخصوص لاستخدامات الميكرويف، وعاملة كمان ريفيو عن فريش، وعاملة ريفيو عن ماينتا، فتقدري برضو تشوفيهم لو عايزة تقارني بين الميكرويف. ده بيبقى 25 لتر، هو لونه اسود، بيبقى 900 واط، سعره 2549. طبعا لو عايزة تقسطي تقدري تاخدي الشاشة سكرين. بيقولوا ان هو مفهوش شاشة، وكل الميكرويف فيه خاصية إذابة التلج. ده بقى ماركة زانوسي بقرة ب 3490. هو بيبقى 23 لتر بالشواية، برضو ماركة زانوسي غالية شوية زي كانوت. دي بقى ماركة فريش، بتبقى بقرة بسعرها 2399، 700 واط و20 لتر. البطاقة اهي، خديها بقى سكرين زي ما انت عايزة علشان ما تنسيش. 700 واط، انا قلت لكم الواط كده قليل، يعني هاتي من اول 900 واط اللي فيما فوق. بصوا بقى، ده ميكرويف زانوسي اللي انا قلت لكم عليه، اللي انا قلت لكم ان انا هقوله لكم في اخر الفيديو. ده كونفكشن واير فراير، يعني ده 3 في 1. يعني اكنك جبتي 3 اجهزه، اكنك جبتي ميكرويف، واكنك جبتي شوايه، واكنك جبتي كمان اير فراير. بصراحه الموديل ده عجبني جدا وبهرني جدا. بيبقى معايا الحله اللي انتوا شايفينها دي علشان تحطي الاكل من فوق وتشتغل، وطبعا الهواء السخن هو اللي يسوي الاكل. انا بصراحه يعني وقعت في غرامه. الموديل ده رائع جدا، وسعره هو بيبقى غالي شويه، بس انت بتبقي وفرتي يعني حق 3 اجهزه غاليين جدا. بصراحه عجبني جدا. انا عن نفسي ما استخدمتوش شخصيا، بس في ناس كتيره جدا بتشكر فيه. ماركه زانوسي كمان من الماركات المحترمه اللي تقدري تجيبيها وانت مطمنه، يعني تحسيها ما شاء الله ماركه متينه، الموتور بتاعها بيبقى قوي.
اللي عجبني كمان ميكرويف شارب، فهو سعره مناسب جدا، و25 لتر على فكرة مناسب، وهو بيبقى 900 واط وبرده الواط بتاعه مناسب. وشارب اثبتت نجاح كبير جدا في الميكرويف، فانا افضل زانوسي وشارب. زانوسي الماركه اللي انا الموديل اللي انا قلت لكم عليه، وشارب كمان رائع جدا. والشوايه كمان بتاعته هايله، يعني فعلا شوايه حقيقيه. في معظم الماركات زي ماركه مثلا ماينتا او تورنيدو او فريش، بصراحه الشوايات بتبقى ضعيفه جدا. لا، ماركه شارب قويه جدا، يعني فعلا اكنك جبتي شوايه. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون استفدتي منه. لو عجبك الفيديو بقى مش تنسي تشتركي في القناه ولايك وشير كتير للفيديو.